السلام عليكم. طبعا كلنا عارفين ان اي حاجة حوالينا تعتبر مواد، وعلشان نعبر عن المادة دي بنستخدم كميات فيزيائية زي الكتلة والحجم والكثافة. انا عارف ان انت بتتلخبط بينهم، ولكن بعد الفيديو ده ان شاء الله اوعدك ان انت مش هتنساهم تاني، لاننا مش هنقول لك شرح اكاديمي او هنقول لك التعريفات وخلاص. لا، احنا هنقول كل حاجة بالانيميشن وبامثلة علشان تثبت اكتر، زي طبعا ما متعود مننا. اتاكد انك هتشوف الفيديو للاخر علشان توصل لك الاستفادة الكاملة، وما تنساش تعمل اشتراك في القناة علشان توصل لك كل فيديوهاتنا اللي جاية. Ideographic. We make science easier. خلونا نبدأ على طول بمثال عملي، وأول حاجة هنتكلم عليها هي الحجم. تخيل إنك عندك إناء إزاز طوله متر وعرضه متر وارتفاعه كمان متر. لو عايزين نحسب حجمه هيكون متر في متر في متر، اللي هو متر مكعب. واخد بالك إن إحنا قلنا متر مكعب؟ بالظبط، هو ده تمييز الحجم. هو بيشغل حيز في الفراغ. هو عبارة عن مساحة مسطحة ليها ارتفاع. يعني مثلا الإناء ده هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن مساحة مسطحة اللي هو المربع، متر في متر. طيب ده تمييزه إيه؟ أيوة بالظبط، هو متر مربع. طيب هل هو دلوقتي ليه حيز في الفراغ؟ لا طبعا، هو مجرد خطوط وهمية بتعبر عن شكل المربع بس. طب إيه رأيك لو خلينا ليه ارتفاع علشان يشغل حيز من الفراغ؟ حلو، لو جينا عملنا له ارتفاع مقداره 1 متر وضربنا مساحة المربع في الارتفاع ده اللي هو متر مربع في متر كمان، هيدينا متر مكعب، وهو ده الحجم. طبعا تقدر تطبق ده على كل حاجة، أي حجم فهو بيشغل حيز من الفراغ. دلوقتي هنتكلم عن الكتلة. أنا عارف إنك عارف إنك عارفها، ولكن دي هتساعدنا كتير قوي إن احنا نفهم معنى الكثافة. لسه عندنا الإناء الفاضي ده صح؟ إيه رأيك لو مليناه مية على الآخر؟ يلا نعرف كتلة الإناء ده. فلنعتبر إن الإناء فاضي كتلته 40 كيلو جرام. لو جينا نعرف كتلة الإناء بالمية اللي فيه تحت الظروف المثالية هيطلع 1040 كيلو جرام. كده نقدر نحسب كتلة المية بكل سهولة. هتكون 1040 ناقص 40 اللي هي كتلة الإناء هتساوي 1000 كيلو جرام. كده عرفنا إن كتلة 1 متر مكعب من المية هو 1000 كيلو جرام. وحلو برضو إن أنت عارف إن الكتلة أصلا بتتقاس بالكيلو جرام. فخلينا دلوقتي نعرف عن الكثافة. بس قبل ما نبدأ في الكثافة، أنا عارف إن أنت عايز تعرف الفرق بين الكتلة وبين الوزن، وده إن شاء الله هيكون في الفيديو اللي بعد ده على طول. وكمان ممكن تدور في القناة، ممكن نكون عملنا الفيديو ده، أو ممكن تلاقيه في الآي هنا أو هنا، مش عارف الحقيقة، ولكن عامة دور في القناة وهتلاقيه إن شاء الله. بتسمع انت في نشرة الاخبار يقولك ان القاهرة فيها كثافة سكانية عالية قوي. هل سألت نفسك يعني ايه الكلام ده؟ هبسطها لك. لو انت في اوضة لوحدك زي انا دلوقتي كده، هل زيها زي ما هيكون معاك 5 او يكون معاك 20 10 و10؟ طب لو اعتبرنا ان الغرفة دي 20 متر مربع، خلي بالك مربع مش مكعب، انا بتكلم على مساحة، وفي 20 شخص في الأوضة، يبقى كل شخص ليه كام متر مربع؟ هتعمل ايه؟ اكيد هتقسم عدد الاشخاص على مساحة الغرفة. خلي بالك ان انت هنا قسمت، هيطلع لكل شخص 1 متر مربع. يعني في الكثافة بنقسم، بس دي طبعا حاجة اسمها كثافة سكانية ومش موضوعنا، أنا بس بفهمك مفهوم الكلمة، مفهوم كلمة الكثافة يعني. خلونا دلوقتي نرجع لمثال الإناء والمية. احنا دلوقتي عارفين حجم الإناء ده 1 متر مكعب، وعارفين كتلة المية اللي جواه هي 1000 كيلو جرام. دلوقتي عايزين نعرف كثافة المية. بالضبط كده، هتعمل نفس الحاجة، يعني هتقسم كتلة المية على الحجم بتاعها. 1000 كيلو جرام على 1 متر مكعب هيديلنا 1000 كيلو جرام على المتر المكعب. كده دلوقتي واضح جدا ان الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم، وطبيعي جدا تقدر تستنتج التمييز. الكتلة تمييزها كيلو جرام والحجم تمييزه متر مكعب، يبقى الكثافة تمييزها كيلو جرام على المتر المكعب. او بمعنى اخر تقدر تقيسها بالشكل ده، تقول ان كثافة المادة دي كذا كيلو جرام على المتر المكعب، او كثافة المادة دي كذا 1000 كيلو جرام على المتر المكعب. طيب لو جبنا زئبق وملينا الاناء ده بيه، ايوه هي المادة اللي انت ما تعرفهاش هي دي اصلا سائل ولا صلب، هتكون عارف ان كثافتها 13600 كيلو جرام على المتر مكعب. تخيل اصلا ان الزئبق ده سائل يعتبر كثافته اعلى من كثافة الحديد. ما علينا، لو جيت مليت الاناء ده، بس هنعتبر ان الاناء ساعتها بقى نص متر مكعب، يعني حجمه بقى نص متر مكعب بس. هتحسبها ازاي؟ سهلة، بما ان الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم، اذا الكتلة اللي هي بالكيلو جرام هتساوي الكثافة اللي هي بالكيلو جرام على المتر المكعب في الحجم اللي هو بالمتر المكعب. المتر المكعب هيروح مع المتر المكعب وهيتبقى الكيلو جرام. خلي بالك انا بوضحها لك بالطريقه دي علشان ما تحفظش، كل حاجه تقدر تستنتجها. يبقى الحجم اللي هو نص متر مكعب في الكثافه اللي هي 13600 كيلو جرام على المتر المكعب هيديلنا 6800 كيلو جرام. اخيرا محتاجك تعرف ان الكثافه دي هي حاجه مميزه للماده،
يعني ايه؟ يعني الكثافة للمادة الواحدة مش بتتغير تحت الظروف العادية نهائيا، بتتغير في حالات مختلفة ممكن نتكلم عليها بعد كده، ولكن اللي عايزك تعرفه ان كثافة المادة ثابتة. اهو انت مثلا شفت ان كثافة المية هي 1000 كيلو جرام للمتر المكعب، ولكن لو جبت المية وحطيتها في اناء الحجم بتاعه متر مكعب فهيكون كتلة الاناء ده هي 1000 كيلو جرام، ولكن لو جبت المية وحطيتها في اناء حجمه نص متر مكعب فكتلتها هتكون 500، ولكن في الاول وفي الاخر كثافتها هي 1000 كيلو جرام على المتر المكعب، وهو ده معنى ان الكثافة صفة مميزة للمادة. طيب هل كده فهمنا خلاص؟ طيب دلوقتي يلا نشوف التعريفات الأكاديمية للثلاث مصطلحات، ايوه اللي احنا ما بنعرفش نحفظها دي، ولكن بعد ما فهمناها. اولا الحجم هو مقدار الحيز الذي يشغله الجسم من الفراغ المحيط به ويقاس بوحدة المتر المكعب. طبيعي جدا لان احنا في المثال بتاعنا قلنا ان الاناء ليه ارتفاع، فبالتالي بيشغل حيز من الفراغ موجود في مكان معين، وهنقيسه بالمتر المكعب لانه ناتج ضرب 3 اطوال او مساحة في ارتفاع، يبقى طبيعي ان الأس بتاعه يكون 3 او تكعيب، يبقى متر مكعب. ثانيا الكتلة هي مقدار المادة الموجودة في الجسم، وكلما احتوى الجسم على مادة أكبر كلما زادت كتلته وتقدر بالكيلو جرام. أظن طبعا دي مش محتاجة، سهلة خالص. ثالثا الكثافة هي الصفات المميزة للأجسام، وهي كتلة وحدة الحجوم من المادة وتقاس بالكيلو جرام لكل متر مكعب. قلنا ان المادة الواحدة كثافتها ثابتة، لذلك تعتبر صفة مميزة للمادة، بتقدر تقيسها بالكيلو جرام لكل متر مكعب لان هي ناتج قسمتهم، ناتج قسمة الكتلة على الحجم. شفت بقى انك كنت مكبر الموضوع وطلع سهل قوي؟ ما تنساش بقى تبعت الفيديو ده لاي حد بيتلخبط زيك. شكرا انك وصلت لحد هنا، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة علشان توصلك كل الفيديوهات اللي جاية، وتعمل لايك لان ده بيساعد في دعم المحتوى ده. شكرا ليك واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.